غالبا انت لما شفت الالوان ديت وقريت العنوان عرفت ان احنا هنتكلم عن شركه بيبسي. شركه بيبسي من اشهر ومن اكبر ومن اقدم الشركات اللي بتعمل مشروبات غازيه. ممكن تكون بالنسبه لك شركه عاديه بتعمل مشروب غازي بنشربها والدنيا جميله، ولكن اللي ما تعرفوش ايه حقيقي كذبه بيبسي على المستهلكين. الحقيقه اللي حاليا بتدرس في كتب القانون، ازاي بيبسي قدرت تخدع جيل كامل، ازاي بيبسي قدرت تخدع مش بس جيل في مكان، قدرت تخدع بلدان كامله ملايين الدولارات، ازاي قدرت تخدع الفقراء في بلاد زي الفلبين. كذبه شركه بيبسي. احنا دايما عارفين ان بيبسي وكوكا كولا دايما في صراع بينهم من ساعه ما نشأوا زمان، دايما حملات اعلانيه، كامبينز بتحصل، انفلونسرز، افكار، اعلانات، دايما في صراع ما بين بيبسي وكوكا كولا. ولكن قصه النهارده مالهاش علاقه خالص بكوكا كولا، هي ليها علاقه بس ببيبسي. سنه 1995 شركه بيبسي عملت حمله اعلانيه او حملت فكره كامبين عشان تزود المبيعات بتاعتها كعادي. الحمله دي كانت عباره عن اعلان بيقول ان انت كل ما هتشرب بيبسي اكتر هتجمع بوينتس اكتر او نقاط اكتر. النقاط دي تقدر تستبدلها بهدايا زي كابات ولبس معين او تيشيرتات وحاجات تانية كتير. فكره تقليديه عاديه اتعملت كتير وفي شركات كتير عملتها وعملوها لحد هنا موضوع تقليدي ما فيهوش اي حاجه. ولكن عملوا اعلان، الاعلان ده بيبين ان كل حاجه ليها 8 بوينتس معينه، الكاب مثلا ب 30 بوينت، التيشيرت مثلا ب 60 بوينت او ايا كان. ولكن المشكله ما كانش في الاعلان، المشكله كان في اخر 5 ثواني من الاعلان. اخر 5 ثواني في الاعلان ظهروا شاب لطيف لذوذ كده، لسه شاب صغير، كان راكب طياره جت اسمها هارير جيت، طياره حربيه، كان راكبها ونازل بيها في الحوش بتاع المدرسه، وبينزل وبيقول جمله بسيطه وهي اكيد ده احسن من الباص بتاع المدرسه. كاتبين تحت الطياره دي في اخر الاعلان 7 مليون بيبسي بوينت، اي بمعنى اصح اي حد يفهمها لو جبت 7 مليون بيبسي بوينت هتقدر تاخد الهارير جيت او تاخد الجيت الحربيه ديت هديه من بيبسي. الاعلان دوت ناس كتير ممكن تشوف اللي هو يعني مين يا عم هيجمع 7 مليون بوينت عشان يجيب طياره، يا عم هعمل ايه بالطياره اصلا؟ ولكن ده انا وانت والناس العاديه. ولكن كان في واحد في امريكا شاب قرر يفكر فيها بشكل منطقي شويه، قال لك وليه لا 7 مليون بوينت واحصل على الهارير جيت دي. بدا يفكر فيها بشكل عملي، ازاي لو عايز اجمع ال 7 مليون بوينتس دول هعمل ايه؟ طياره الهارير جيت اللي كانت في الاعلان ديت كانت قيمتها في الوقت دوت حوالي 32 مليون دولار. جون ساعتها قرر يحسب كده لو انا عايز اجمع 7 مليون بوينت دول هشتري كام بيبسي وهيكلفوني قد ايه. واكيد اكيد اكيد ال 7 مليون بوينت دول هيجوا من عدد كنزات كبير او هيجي من عدد بيبسي كتير، اكيد هيكون ارخص من 32 مليون دولار. شاف دوت استثمار كبير، او هيدفع مبلغ اكيد مش هيبقى اكتر من 32 مليون دولار ويبيع الجت او يجيب الجت ويكسب من وراها بقى فرق بيزنس. في الوقت ده جون قعد يفكر كده مع نفسه الموضوع هيكلفه كام، فبحسبه رفلي كده او بحسبه كده تقريبيه قال لك الموضوع هيكلفني عشان احصل على 7 مليون بوينتس دول حوالي 4.4 مليون دولار. كده هتدفع تقريبا 4.5 مليون دولار وهتاخد جت ثمنها 32 مليون دولار. انت الفرق بتاع اللي انت كسبانه دوت يعني انت ممكن يعيشك حياتك كلها. في الوقت دوت جون كان لسه يعني شاب صغير، فقال لك انا مين يساعدني في حاجه زي كده. كان عنده صديق ليه رجل اعمال وراجل غني وعنده فلوس والدنيا تمام، راح عرض عليه الفكره، اتكلم معاه وعرض عليه الفكره وقال له واي نوت، هنقدر نعمل ال7 مليون دول ونكسب الجت، وساعتها بقى ممكن بقى نبيع، هنعمل اي حاجه، وطبعا يبقى انت ليك نسبتك وانا ليا نسبتي وكل مبسوط. هنا صاحبه اللي هو كان اكبر منه في السن اللي هو كان اسمه تود هوفمان قال له طب بص اعمل لي بزنس بلان، يعني اعمل لي فكره كده هتنظمها ازاي هتجمع ال7 مليون بوينت دول واعرضها عليا ونشوف الموضوع. فعلا جون بدا يعمل خطه بالفعل ازاي يحقق 7 مليون دول، بدا يحسب هو هيحتاج كام هيحتاج كام مستودع عشان يخزن فيه الكميات المهوله من البيبسي ديت، هيحتاج كام عامل عشان يفرغ فيها كميات البيبسي ديت، هيحتاج كام عربيه عشان ينقل كل الحاجات دي، هيحتاج كام عامل حتى عشان يشيل الليبل بتاع الكنزال اللي هيتجمع بيه بوينت. كل الحسبه دي هتتكلف كام؟ 6 major metropolitan areas, 6 warehouses, and associated amount of people in each of those warehouses. People go out and buy the points, people to drive the trucks, people to cut the points off. So I'm thinking probably عمل البلان بتاعته وراح قدمها لتود هوفمان صديقه الكبير تاني، وهنا بدأ يقول له طب تمام الخطه تمام، بس تعالى نسال نفسنا كام سؤال. مبدئيا خلينا نشوف الاعلان تاني كده، عشان ايا كان الاعلانات اللي بتاعت التلفزيون بيكون فيها حاجه اسمها ديسكليمر تحت او بند اخلاء مسؤوليه او ايا كان ممكن يكون موجود في الاعلان دوت، فيقول مثلا الموضوع دوت كله هزار فما تاخدش على مهمل الجد يعني. فمن الاخر نتاكد مفيش اي بند كده ولا كده ممكن يطلع لنا مشكله بعد. شافوا الاعلان مره واثنين وثلاثه و10 مفيش اي بنود بتاخد مسؤوليه شركه بيبسي، اي العرض دوت 7 مليون بوينت مقابل الجت صريح ليجيت جدا او قانوني جدا. تاني سؤال سالوا نفسهم طب دلوقتي هل انا مسموح لي انا كواحد مدني امتلك او يكون عندي جت حربيه زي دي؟ اتواصلوا مع الناس في البنتاجون في الوقت دوت وقال له مفيش اي مشكله يكون عندك جت زي دي، ولكن بشرط لما يكونش فيها اي اسلحه. تاني سؤال هنعمل بيها ايه؟ هنبيعها ولا هنأجرها للعروض الحربيه او العروض مثلا الترفيهيه ايا كان هنعمل ايه؟ لكن الحقيقه ما كانش دي النقطه اللي هيقف عليها، المهم قال له ايه احنا نجيب الجت بس بعد كده نبقى نشوف هنعمل فيها. السؤال الاهم اللي وقف جون شويه وقال له ماذا لو كل الكميات البيبسي شريناها وما عادش في بيبسي تاني ولسه ما وصلناش لل7 مليون بوينت؟ وهنا الدنيا وقفت شويه.
سؤال منطقي فعلا، افرض اشترينا كل البيبسي اللي في البلد وما عرفناش نوصل للبوينتس دي، خسرنا ودفعنا وعملنا وفي الاخر برضه ما عملناش حاجه. ولكن كان في بند صغير كده في الكتالوج بتاع بيبسي الرسمي اللي هو فيه المنتجات اللي ما كانش فيه الطياره الجت بالمناسبه من ضمن المنتجات، وهنرجع للنقطه دي بعدين. كان مكتوب ان انت ممكن تشتري عدد معين من البوينتس، يعني تقدر تشتري البوينتس بفلوس، مش لازم تجمع الكنزات. وهنا المساله اتحلت خلاص، احنا حتى لو جبنا كل الكنزات وقفت على بوينتس هنشتريها وخلاص. حدث بالفعل، جمعوا كل بوينتس، جمعوا كل حاجه، اشتروا بيبسي. كان عيله جون ساعتها بيشربوا بيبسي 24 ساعه وخلاص الدنيا تمام. تود جهز نفسه هو وجون وبعتوا بريد، ما كانش في بريد الكتروني، كان بريد في البريد عادي، بريد في البريد. بعتوا شركه بيبسي قالوا لهم من الاخر احنا معانا 7 مليون وعايزين الجت بتاعتنا. بيبسي شافوا البريد ساعتها وقال لك يعني طلع لنا منين ده يعني. في الوقت دوت جون كان مستني بقى رد الفعل، مستني الايميل الرد بتاع بيبسي. وهنا بيبسي بعتت الرد. جون بيفتح الرد لقى مكتوب من بيبسي ما معناه من الاخر كده، معلش احنا اسفين على سوء التفاهم بس يعني اكيد انت عارف ان موضوع الطياره ده مش حقيقي يعني، خد 2 كوبون كده تجيب بيهم ايه كرتونتين بيبسي عشان ترضى. الراجل اللي دفع حوالي 100000 دولار في الكنزات وتخزينها، وانتوا باعتين له ايه يعني باكين بيبسي. يعني هو لو عايز اي حاجه في الدنيا هو اكيد مش عايز بيبسي دلوقتي. طبعا ده كان بمثابه استفزاز كبير لجون وكمان هوفمان اللي قرروا في الوقت دوت يلجأوا للطريق القانوني ويرفعوا قضيه على بيبسي، يقولوا فيها من الاخر الناس دي ما اوفتش بحقها. كان بالنسبه لجون وتود هوفمان ان هو في الوقت دوت كان يعني مخاطره كبيره شويه، لان هم داخلين مع شركه من اكبر الشركات، اكيد عندهم اسطول من القضاء او اسطول من المحامين، اكيد هم مش عارفوا يسدوا معاه سواء مصاريف او سواء اي حاجه ثانيه. بعد قواضي يمين وشمال ومش عارف ايه وقصص وبتاع، قررت بيبسي تقعد مع جون وتود والمحامي بتاعهم، ومن الاخر اللي حاولوا يوصلوا لتسويه مقابل ان هم يلغوا موضوع القواضي والقصص دي كلها. التسويه الماليه من بيبسي اللي اتعرضت على جون ساعتها كانت حوالي او كانت بالظبط $1,000,000. $1,000,000 بالنسبه للولد زي ده بصراحه مبلغ كبير، ده شاب عنده 18 سنه ومعاه $1,000,000 هو ما كانش يحلم بيهم اصلا. وهنا جون وتود والمحامي طلعوا بره، وكان راي تود وكمان المحامي قالوا ان ده مبلغ كويس جدا وتقدر تعمل تسويه وتستفيد بيه مستقبلك. ولكن تود قال له لا، سواء عايز تكمل او لا وهترضى وتعمل بالتسويه انا معاك في كل الحالتين. المحامي كان شايف ان ده مبلغ كويس، ولكن تود ساعتها قعد يفكر، قال لك انا $1,000,000 دول مش هاخدهم لوحدي، تود هيبقى ليه فيهم نسبه والمحامي ليه ارباح، وبعد الضرايب والتاكس اللي هتتخصم من المبلغ ده من الاخر الموضوع مش هيجيب همه. فهنا قرر ان هو يلا بينا احنا مكملين، لا انا عايز الجت مش عايز التسويه. And we went back in, all the attorneys are sitting there and they're looking at me because I'm supposedly like the mature one in the group, and they go, so? And I go, Johnny wants the jet. استمرت القواضي بينهم، وفي الوقت دوت كان جون محتاج محامي محنك يفهم في الحاجات ديت وشاطر فيها. في الوقت دوت كان في واحد اسمه مايكل افيناتي. مايكل افيناتي دوت كان ساعتها اشهر منار على العالم ومعروف جدا وبيروح يزور الرؤساء ومش عارف ايه، ومعروف ان هو بيخلص اي حكايه. فبقى ده فعلا تواصلوا مع مايكل افيناتي اللي قاعد شاف ان دي فرصه كبيره جدا ان هو يقدر ينتقم او يقدر ياخد او يجيب بيبسي الارض من الاخر. وبالفعل مايكل افيناتي كان ذكي جدا، ومن اول الحاجات اللي عملها بجانب القواضي طبعا ان هو بدا يعمل PR كامبينز. من الاخر بدا يصيد جون وقصته على برامج تلفزيونيه وخلاه يستضاف ناس وناس تكلمه وتعمل معاه لقاءات وحوارات تانية كتير، بحيث ان يبقى ايه من الاخر حديث الشعب، والناس كلها البابليك يقدروا يشاركوا ان هو جون اللي يقدر ياخد المفروض ياخد الجت ويقولوا رايهم في الموضوع، ودوت اللي هيضغط على بيبسي بعدين. في الوقت دوت بيبسي كان عندها حجتين بتقولهم عشان ان هي مفروض مش محتاجه تدي الجدات، او بتبرر نفسها اللي حصل دوت بحجه. الحجه الاولى بتقول ان اصلا ما ينفعش ان يكون حد يمتلك جت زي دي، يعني ان هو حد مدني يمتلك جت زي دي، فبالتالي اكيد مش هنجيب لك جت وانت اصلا مش قانوني ان انت تبقى عندك واحده. تاني واحده وهو اكيد يعني اكيد يعني كان باين ان احنا بنهزر 7 مليون، اكيد بقى بنهزر يعني. في الوقت دوت الاعلان كان شغال عادي في التلفزيون ومكمل، ولكن عملوا فيه تعديل، بدل ما كان 7 مليون بوينت او 7 مليون نقطه عشان تاخد الجت خلوها 700 مليون بوينت. الله، طب ما انتوا عارفين ان هي ممكن تصدق هي ولا ما كنتوش غيرتوا. ودي اللعبه اللي لعب عليها مايكل افيناتي. ومش بس كده، بعد شويه غيروا الاعلان تاني خلوها 7 مليون بوينت وتحتها بين قوسين جاست كيدنج، او معنى صح احنا بنهزر. اللي هو الله، طب ما انتوا عارفين ان هو ال 7 مليون اللي كانت في الاول دي ممكن تتصدق، انتوا كنتوا عايزين الناس تصدق وتبدا تشتري، ولكن انتوا عارفين ان انتوا في الاخر مش هتوفوا الموضوع ده. ودي الحته اللي لعب عليها مايكل افيناتي. ده غير ان في كندا كان بيتعرض نفس الاعلان، ولكن كان في ديسكليمر تحت، او كان في البند اللي احنا كنا بندور عليه دوت ما كانش موجود في الاعلان في امريكا، كان موجود في كندا. نفس الاعلان بالظبط هو ولكن موجود هنا ديسكليمر وهو بياخد مسؤوليته. طب ليه ما عملتوش ده كمان في امريكا؟ هقول لك ليه بس في اخر الحلقه. كان الموضوع كان مستمر بقاله حوالي 3 سنين، والدنيا مشتده في المحاكم، والدنيا كانت بين بيبسي وجون، والموضوع بقى راي عام من الاخر. مايكل افيناتي كان زي ما قلنا شخص محنك، فكان بيدور على تاريخ بيبسي في تلاعب في الاعلان بتاعتها في اي شكل من الاشكال، لحد ما لقى ان كان في تلاعب في حملتهم الاعلانيه، او
احدى حملاتهم الاعلانيه في الفلبين. اللي حصل ثوره صغيره كده في الفلبين ومصنع بيبسي انفجر والناس ماتت وقصص. وهو ان في الفلبين بيبسي عملت حمله اعلانيه تقول فيها ان انتم تشتروا بيبسي، في الغطا بتاعها من ورا هيبقى فيه رقم، الرقم دوت هننزل لكم فتره كل شويه، الرقم دوت هو اللي هيكسبكم، او لو انت الرقم بتاعك ده هتكسب مليون بيزوس. البيزوس ده كان عمله الفلبين، ومليون بيزوس وقتها كان حوالي 40,000 دولار. يعني بالنسبه لواحد معدوم فقير في الفلبين ممكن يغيروا له حياته تماما. هي نفس فكره النصيبه، تشتري بيبسي هتلاقي فيه رقم، ممكن عندها الرقم بتاعك ده تكسب. تخيل معايا ناس في الفلبين معدومه فقيره بتقول لهم ان انت ممكن تكسب مليون بيزوس. الناس فعلا هناك كانوا بيشتروا كل واحد مثلا بيشرب 6 أو 5 بيبسي في اليوم. كان البيبسي عنده بديل للميه وبديل للعيش كمان، ان هو بتلعب في احلامه ان انت ممكن تكسبه مليون بيزوس. لغايه ما جت اللحظه ناس كتير جدا وطلع رقم او اتعلن عن الرقم اللي كسبان في الاسبوع دوت. والمفاجاه ان هو ما كانش واحد اللي كسبان، ناس كتير كان معاها نفس الرقم. ده في ناس كان معاها غطاين بنفس الرقم. تخيل على كل غطا من دول هياخد مليون بيزوس، يعني لو واحد عنده 3 هياخد 3 مليون، يعني حوالي 120,000 دولار يعيشوه ملك في الفلبين. وهنا بقى جت الثوره، الناس كلها اللي هم كانوا كتير جدا طلع لهم نفس الرقم راحوا على شركه بيبسي. من الاخر كل واحد فينا عايزين الكاش بتاعه. هنا كان رد بيبسي يعني مستفز جدا الحقيقه، قالوا لهم من الاخر احنا مش هندفع غلطه كمبيوتر عندنا. امال مين يدفعهم؟ مولولوس ولا مين؟ هنا الناس بقى في الفلبين كسروا عليهم المصنع ووقعوا المصنع، اتهدم وحصل ولعه وانفجار وناس ماتت وحوارات. وكان رد بيبسي في الوقت دوت ان هم هيعوضوا كل واحد من اللي معاه الغطا دول على كل غطا 500 بيزوس، اللي هو يعني 20 دولار. انت متخيل؟ بعد ما كان واحد بيحلم وتقريبا خلاص انا هكسب مليون بيزوس دلوقتي، خلاص انت هتاخد 500 اللي هم 20 دولار. دي كانت من اشهر الفضايح وتضليل الكامبينز اللي كانت بتعملها بيبسي في الفلبين. هنا مايكل افناتي مسك في الموضوع دوت وقال لك احنا هنعمل حمله دعائيه ضد بيبسي في الموضوع دوت. وبالفعل تعاونوا مع شركه دعايه وعملوا حمله اعلانيه ضد بيبسي عشان يستمينوا بيها من اخر الراي العام. وجاء هنا وقت التنفيذ، يلا يا معلم احنا عملنا الديزاينات الدنيا تمام، يلا بقى نبدا ننشر الحمله الاعلانيه. لما جم حسبوا التكاليف كده مع بعض لقوا ان التكلفه غاليه، فبالتالي جون ومايكل افناتي ما كانش قدامه غير واحد اللي بيلجأوا له في المواقف اللي زي دي، وهو تود هوفمان. الراجل ده هو ده اللي معاه فلوس وهو اللي شارك في الموضوع من الاول، فاكيد ان شاء الله يكون معاه فلوس يستثمر في هذه الحمله الدعائيه. راحوا كلموه عرضوا عليه الفكره، ولكن تود في الوقت دوت كان شايف ان هو رافض الفكره، لان هو من الاخر الموضوع دوت يعني هيبقى فيه حبس. تعمل حمله دعائيه قدام بيبسي ممكن ترفع عليك قضيه غير القواضي اللي باينه اصلا ممكن يحبسك فيها. فمن الاخر ما كانش عنده استعداد ان هو يخش السجن في حاجه زي كده، فقرروا ان هم يكملوا في القضاء العادي بقى وتيجي زي ما تيجي، لحد ما وصلنا سنه 1990 الوقت اللي فيه الحكم هيتقال. القضيه دي ما تعرضتش على هيئه محلفين، ما تعرضتش على اي حاجه. هو كان القاضيه في الوقت دوت مش قاضيه اللي هي ضربه قاضيه، لا القاضيه اللي هو مؤنث قاضي هي اللي كانت خلاص هي بتحكم في الموضوع دوت وخلاص. جه اليوم بتاع الحكم. مين مدان؟ هل بيبسي مدانه ومطالبه ان هي تدي الجت او تدي ثمنها لجون، ولا جون هو اصلا ما كانش ليه حق ان هو يرفع قضيه زي كده والموضوع تافه؟ وجه القرار بتاع المحكمه ان من الاخر الموضوع ده تافه يا اخوانا. اكيد واضحه يعني ان ده هزار، يعني اكيد ما حدش هيروح يكسب جت بجد يعني. فبالتالي اصلا الاساس او المبدا المبني عليه القضيه ديت غير صريح او نوت ليجيت او غير قانوني او غير منطقي اصلا، فبالتالي ما فيش قضيه يا اخوانا. فلموا حاجاتكم لموا ذلكم وكل واحد يروح بيته. الراجل دوت جون قاعد يقول لك طب ما كنت اخد المليون دولار في الاول كان زمانك كسبنا اي حاجه. بيبسي ما اتدنتش باي حاجه. ولكن بعد حوالي 10 سنين من الوقت دوت اللي هو في وقتنا الحالي تقريبا يعني او قبلها بكام سنه، الكرييتيف دايركتور او الشخص اللي كان مسؤول عن الحمله الدعائيه بتاعه الاعلان اللي احنا اتكلمنا عنه بتاع بيبسي دوت كان بيقول ان البريف الاولاني اللي هو قدمه لشركه بيبسي كان ال70 او ال7 مليون بوينت دول كانوا عباره عن 700 مليون بوينت، يعني 700 مليون بوينت عشان تكسب الجت. فده كان رقم كبير جدا، مستحيل اصلا حد كان يفكر ان هو ممكن يجيبه 700 مليون بوينت. جون اصلا كان بيعافر عشان يجيب ال7 مليون، فاكيد 700 مليون الناس مش هتفكر اصلا يوه ده بعيد قوي. لكن المدراء في بيبسي قعدوا يقول لك انا حاسس ان ال 700 مليون دول اصفرها كتير مش مقريه، شيل صفر، فبقت 70 مليون. انا حاسه مش مقريه، شيل صفر، لغايه ما بقت 7 مليون بوينت. بمعنى اصح كريتيف دايركتور دوت بيقول انا لو كنت سبتها او كانوا سابوها 700 مليون ما كانش كل ده حصل، لان اي حد كان يشوف الرقم كان يحس ان هو مش منطقي. ولكن هم كانوا عايزين الرقم يبان ملموس، يبان ممكن يتحقق. هو صعب بس ممكن. فبالتالي الناس والاطفال هيزنوا على الاطفال على ابهاتهم عشان يقدروا او عشان يقولوا لهم هاتوا لنا بيبسي عشان ممكن نكسب الجت. هم كانوا عايزين يحسسوا الناس ان هم ممكن يحققوا ده. كذبه وتلاعب في الحملات الاعلانيه غرضها تزويد مبيعات. القضيه دي بتدرس في كتب القانون دلوقتي، بتدرس على العقود والقوانين الاعلانيه بتاعت الشركات. نقدر نقول ان بيبسي خدعت جيل كامل اللي هو جيل جون لينارد وجيل الفلبين، خدعت وكذبت على جيل كامل ان هم ممكن ياخدوا حاجه ما كانوش اصلا هيوفروها. تفتكر لو انت كنت مكان جون لينارد وشفت ال7 مليون دول، هل كنت هتفكر ان هي ممكن تتحقق ولا كنت هتقول ان هي اكيد دعابه واكيد هزار؟ ده اللي عايزك تقوله لي في الكومنتس. شكرا ليك انت اتفرجت الفيديو لحد دلوقتي، يا ريت تعمل لايك للفيديو لو عجبك، اشترك في القناه عشان بنزل فيديوهين كل اسبوع. هتلاقي لينك الانستجرام تحت في الديسكربشن، بساعد اصحابي هناك او اصحابي هناك بيساعدوني ان احنا نختار عنوان الفيديو اللي هينزل. وبس كده، هتلاقي هنا فيديوهات انا برشحها لك هتعجبك جدا. سلام.